بيقول عبد الحليم: صباح الخير يا سينا، رسيتي في مراسينا، تعالي في حضننا تاني، ضمينا وخدينا يا سينا. حليم غنى الأغنية دي بعد حرب أكتوبر بسنة، واللي مصر قدمت فيها الغالي والنفيس علشان تستعيد سينا تاني. طيب ليه سينا تحديدا؟ وإيه أهميتها بالنسبة لمصر؟ وليه سينا على مدار التاريخ كانت حائط صد لمصر من أي هجمات أو عدوان خارجي؟ وليه دايما سينا مطمع لأي عدو خارجي؟ ده اللي هنعرفه معاكم النهارده في حلقتنا بمناسبة عيد تحرير سينا. وصباح الخير يا سينا، رسيتي في مراسينا. صباح الخير يا سينا. كل سنة وبالتحديد يوم 25 إبريل بتحل علينا ذكرى تحرير الأرض الغالية سينا. في اليوم ده من سنة 1982 ارتفع العلم المصري على كامل أرض سينا بعد انسحاب قوات العدو، تنفيذا لبنود اتفاقية السلام اللي فرضتها الدولة المصرية على خصمها بعد ما دارت حرب معجزة بكل المقاييس العسكرية، قدرت من خلالها إنها تكسر كبرياء العدو والمغرور وتديله درس وترد كرامتها وترجع حقها بالكامل. توازنه إلى هذه اللحظة أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن. ودايما وفي كل عصر كانت سينا أرض محورية للدولة المصرية، فمن عهد المصريين القدماء وهي جزء من الأرض المصرية. وتعرفت سينا في النصوص المصرية القديمة باسم تا مفكات، واللي معناها أرض الفيروز، وخاست مفكات بمعنى صحراء الفيروز، وكمان اتقال عليها تا شسمت واللي يعني أرض المعدن الأخضر. ومن فجر التاريخ وكان لشبه جزيرة سينا أهمية كبيرة سواء تاريخية أو دينية أو اقتصادية أو عسكرية كمان، وكان عليها واحد من أقدم الطرق الحربية في تاريخ العالم القديم، وهو طريق حورس الحربي، وبتشير الأدوات النحاسية اللي بيرجع تاريخها إلى عصر ما قبل التاريخ لأهمية مناجم سينا في الفترة المبكرة من تاريخ مصر. ومع بداية الأسرة الأولى في مصر استمر استخراج النحاس والفيروز من سينا، وشهدت اهتمام كبير في عصر الدولة القديمة. وقام الملك نارمر مؤسس الأسرة الأولى المصرية بحملات عسكرية في سينا لطرد الآسيويين الدخلاء وفرض السيطرة المصرية. واستمر الاهتمام بمناجم سينا وقوة تأمينها خلال عصر الدولة القديمة كله. وفي عهد الدولة الوسطى كان في اهتمام كبير بالحدود الشرقية، فبنى الملك أمنمحات الأول التحصينات اللي اتعرفت باسم حائط الأمير أو أسوار الحاكم. وفي عهد الدولة الحديثة ما بقاش سينا دورها مقتصر في الجانب الاقتصادي المتمثل في التجارة من خلال أراضيها أو في استغلال مناجمها ومحاجرها وبس، إنما بقى ليها دور عسكري قوي بيتناسب مع كم التحديات اللي شهدتها مصر. وتم إقامة عدد من القلاع والحصون لتأمين حدود مصر الشرقية من أي عدو، وكانت هي نقطة عبور جيوش المملكة المصرية لتأديب أي عدو أو متمرد، ومنها عبر الإمبراطور المصري الشاب تحتمس الثالث لصد وتأديب أمراء آسيا وأبرزهم أمير قادش. ومرت السنين والسنين وفضلت سينا مصرية ورمز لكفاح الشعب المصري وبطولاته، فهي في كل عصر كانت صامدة بمصريتها بتستقبل كل عدوان بقوة وشجاعة، إما تنتصر عليه برجالها المصريين أو تنتكس في وقت الضعف، وبيرجع ولادها من تاني يحرروها ببطولاتهم. وفي العصور الوسطى شهدت شبه جزيرة سينا على بطولة المصريين، كانت طريقهم للخروج لصد عدوان التتار سنة 1260 وكسر شوكتهم. ومن العصور الوسطى للحديثة جه على سينا عدد من الطامعين والغزاة، وده بسبب استمرار أهميتها الاقتصادية والدينية من عصر جدودنا ولحد دلوقتي. فشبه جزيرة سينا مساحتها 61 ألف كيلومتر مربع، وبتمثل 6% من مساحة مصر، وبتعتبر بوابة قارة أفريقيا والرابط بينها وبين قارة آسيا، وبتطل على بحرين وعلى أهم مجرى ملاحي في العالم وهو قناة السويس، ومليانة بالثروات الطبيعية والآثار بخلاف مكانتها الدينية القديمة السماوية، فهي اللي تجلى عليها الرحمن وكلم النبي موسى، وهي كمان مسار العائلة المقدسة وقت هروبهم لمصر، وهي اللي ذكرت في القرآن في أكتر من موضع، وموجود فيها مكانين من أهم الأماكن الدينية في العالم وهما جبل الطور ودير سانت كاترين، وده اللي خلاها جنة الله على الأرض. ولكن المشترك بين كل الطامعين والغزاة اللي حطوا سينا هدف ليهم إن جميعهم بلا استثناء انتهى عدوانهم وانكسر غرورهم وكبريائهم على إيد أهل مصر، زي ما حصل واتكرر من 42 سنة بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها وهدم مستوطناتهم اللي بناها كيانهم خلال فترة الاحتلال. واستكملت مصر كفاحها بعدها باسترجاع طابة بعد معركة دبلوماسية أثبتت للعالم كفاءة الدبلوماسية المصرية. ودلوقتي وبعد 10 سنين تم فيهم تطهير سينا من التكفيريين على إيد أبطال الجيش المصري، وبعد ما اتبركت أرض سينا بدم شهدائنا زي أحمد منسي وعمر القاضي وغيرهم من الأبطال الشجعان.
بتقوم الدولة المصرية بخطة تطوير شاملة، ووضعت خطة لضخ 400 مليار جنيه لتطوير شمال سيناء وتحويله لمركز لوجستي عمراني وسياحي وزراعي خلال 5 سنين. وبتستهدف الدولة المصرية توطين 8 مليون مصري في سيناء خلال 25 سنة جاية. ومن أهم المشاريع اللي بيتم العمل عليها دلوقتي هو العمل على إنشاء وصلة صناعية من فرع النيل بدمياط لسيناء من خلال صحارات هتمر بأسفل قناة السويس، وتطوير ترعة الشيخ جابر لنقل المياه المعالجة الناتجة من محطة بحر البقر وخلطها بمياه النيل لاستصلاح ما يقرب من 600 ألف فدان في شمال سيناء. وتخصص حوالي 55 مليار جنيه لضخها في البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروعات الزراعية في سيناء خلال ال6 سنين الجاية. ده غير إنشاء عدد من المدن زي مدينة بئر العبد الجديدة ومدينة رفح الجديدة وتركيب كوبري الفردان أعلى قناة السويس، استعداد لتنفيذ قطار سيناء اللي هيربط سيناء بباقي شبكة السكة الحديد بمصر. وفي الآخر نقدر نقول إن سيناء هي الشاهد على الإرادة والشجاعة المصرية من أول أحمس لحد إبراهيم الرفاعي وصولا لأحمد منسي والعمال المصريين حاليا اللي بيبنوا وبيعمروا في أرض سيناء الغالية اللي هتفضل مصرية لآخر يوم في الدنيا.